ترى شي حدا مسدوده تاكل. انا الشنو بسم الله. عندك راس تدخل من اي جايب الفوق جاك الاكل مزيان غزال داكشي زين يعطيك الصحة. كيشاني هو هذا 44 مرحبا ياك ان شاء الله الله ندوك كاسي فريقيا وتنجي على مراكش ان شاء الله تبارك الله. صار نحكي تراث عالمي انساني كما كيقولوا. مرحبا هذه هو الاكله ديال باولو باولو ديال باولو هو هذا لحم الراس واللسان والمخيخات والتنجي على المراكشيه. السياح كيعجبوهم اشوا كياكلوا هادشي هو كيدخل عفلو ولكن ملي تيذوقوه كيعجبهم. هذا الماكل انت ولا هو الشاف انا درت الكونترول ديالي. شاف كوزيني ديالنا مرحبا خويا مرحبا. Hola amigo, ¿cómo está? Bien, bienvenido el Marruecos, gracias. حول على الفرنسية. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? حول على الإيطالية. Italiana, ciao amici, come stai? Bene, tutto bene, cosa voglio amici? لو بالموجة على الإنجليزية. Inglese, hello my friend, how are you? Fine, welcome in Morocco. Deutsch, willkommen, danke schön, was wollen Sie? هاي ألماني. يا ألماني. لكن هلا رح تتفاجئوا بشغلة ثانية. بس يقول أذان المغرب الله أكبر، هالأصوات اللي عم تسمعوها كلياتها بتوقف ولا صوت احتراما لكلمة الله أكبر. الله أكبر. مرحبا هيجينا عن سعيدة مرة ثانية. هيا سعيدة هيا سعيدة هيجينا عن سعيدة. سعيدة ايدك هكا الوالدة هاي سعيدة. مرحبا. شو بتعرفوا عن ساحة جامع الفناء؟ في شيء ما بتعرفوه رح تعرفوه اليوم. المطاعم يلي بتشوفوها انتم بتلاقوها كلياتها مليانة بالناس، بس المفاجأة الأكبر بتروحوا على الساحة بأوقات معينة من الصباح ما بتلاقوا ولا محل، كله مفكوك، كل الحديد الموجود المطاعم هي كلياتها مش موجودة أبدا. بترجع بتتركب مرة ثانية من بعد الظهر وبيبلش فيها الشغل لآخر الليل، بترجع بتنفك وبتروح كلياتها على بيوتهم، وبتتنظف الساحة كلياتها بتنظيف وبنقاء تام، ونرجع بنكرر الكرة مرة ثانية. رح نكون اليوم بيوميات من يوميات ساحة جامع الفناء. سلام. صباح الخير، صباح الخير من ساحة جامع الفناء. ساعات الصباح الأولى هي الساحة يلي بتشوفوها عم بتعج بالناس والحياة عم بتدب فيها. هلأ شوفوا ما في فيها حدا أبدا، نقاء، منظفة، مغسولة، ما في وسخ أبدا، كل شيء على ما يرام. تحياتي لكم. سلام.
هذا اللي وراي هون ساحة جامع الفناء من جهة المطاعم. كلياتكم بتفكروا انه هدول المطاعم دائما موجودين، يعني ما بيروحوا نهائيا. هدول إلهم قصة خاصة، هدول إلهم معاناة خاصة، كيف بيتركبوا، كيف بينشالوا، كيف بيتحضر الأكل تبعهم، كيف رح يركبوا هدول المطاعم. قلت لكم رح فرجيكم تركيب المطاعم، وهي كيف عم يتركبوا كلياتهم. شوفوا كيف الناس، شوفوا كيف عم تشتغل. هذا كل يوم بينفك وبيتركب وبيتحضر، وبتجي الناس بتاكل، ما بتحس بشي نهائيا ابدا. من بعد الساعة 4 بعد الظهر، بعد الزوال يعني تقريبا، بتبلش التركيب تبع المطاعم كلياتها، ويبلش العشاء للساعة 3 بالليل. بترجع بتنجمع هذا الحديد كلياته وبيروح على محلاتهم، تبقى الساحة فاضية تتنقى من كل الأوساخ. لتاني يوم بتبلش نهار جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن سؤال؟ نعم اخويا. قد ايه صار لك انت بتركب بهدول المطاعم، بتفكوهم كل يوم وبتحضروها؟ هذا الشيء بتجيبوه كل يوم، بتفكوه وبتركبوه وبتشيلوه. ايوه. كم سنة؟ ايه كم سنة صار لك انت بهذا الشيء؟ زاد انا ما اعرف. زاد 70 80 سنة ولا. شعب بيخدم على راسه، بيتعب حتى يجيب لقمة العيش بالحلال. الاشياء بيتم كلها هو هذا الشيء بيمشي. كل هذا الشيء وين بيمشي هذا؟ وين بتاخذوه؟ بيمشي عشان الحلقة وهي بتمشي. اوكي شكرا. وين بيروحوا هدول؟ وين بتاخذوهم؟ على محلاتهم، على الستوك يعني؟ على الجراج. والاكل وين بتحضروه، هون ولا بالدار؟ بالدار. بتحضر الاكل كلياته بالدار وبيجي بتقدم هون. شوفوا كيف عم بيجي. شكرا. من بعد شوية. من بعد شوية. بعد شوية. الله أكبر. الله أكبر. تحية سوريا. تحية سوريا. على راسي وعيني. هلا هذا صار جاهز. هذا صار جاهز. هذا كل يوم بتفك وبيتركب كل يوم على مدار مئات السنين. على مدار السنين كلها. هلا انا ابويا كان بيشتغل هون. طيب خلينا نحكي مع بعض. ممكن مرحبا. مرحبا. مرحبا يا اخي. هلا رح نشوف هذا المطعم اللي ورانا. هلا هذا كل يوم بينفك وبيتركب مثل ما قلت لي. وين؟ كل يوم. على مدار قديش تقريبا؟
على مدار عصور. على مدار عصور يعني. هي في ناس ما بتعرف، بتقول لك اني والله بساحه جامع الفناء المطاعم موجوده، بس ما بيعرفوا انه في تعب، في خدمه، بينفك هذا في هذا الحديد، بتفك وبتركب كل يوم، والاكل بتوجد بالدار وبيجي بنحط هون على احلى تقديم واحلى استقبال واحلى كرم. هي هو شعب المغرب، هذول جحد اهل الفرحه، اهل الباجه. كم لغه بتعرف؟ الحين بحكي 4 لغات، 4 5. مدرسه الحياه طبعا ما حدا علمك اياها. صح. الله يوفقك يا رب. حبيبي مرحبا. نشوفك بالليل احنا كمان ان شاء الله. بدك شو شاي؟ بس لا توجدوا مزبوط. لا نجيب شوية شاي. هلا بنشرب شاي عنده. يلا هلا انت عم توجد. هلا انا عم جاهز. يلا هلا بنشرب شاي عنده وبنرجع. قديش رقم محلك؟ 26 عن سعيده. سعيدة الوالدة هي الطباخة. هلا الوالده هي الطباخه سعيده. انتبهوا، بده ياكل بده يكون سعيد معناتها. جاي لعندك. هلا انت عم تغرينا، انت عم تعطينا مغريات، انت عم تعطينا مغريات هلا. مرحبا واهلا وسهلا. غدا ان شاء الله المغرب المنتخب الوطني باذن واحد احد ان شاء الله. لا تنسوا ان شاء الله. اي نتيجه ما بتهمنا، عادي متاهلين نحن. هلا نحن هون عند محل سعيده، عند الوالده نحن، مو هيك؟ عند سعيده. الوالدة سعيدة. في القاعدة هولو ايوه ساعة سعيدة سلم ريال عائلة يا ساعة سعيدة سلم ريال عائلة بارك الله عليكم. الشاي تبعك. وهي وجدونا الشاي كمان هون. الله يحفظك يا رب. الجرانتي عمل الجرانتي لو حاجة
نحن بأذان المغرب. أذان المغرب شوفوا كيف ساحة جامع لفنا كلياتها ولا صوت نهائيا، يعني بكلمة الله أكبر العالم كلياتها بتوقف احتراما لكلمة الله أكبر. يعني شوفوا قدامكم.
الأذان بعد. التراث المغربي والجلاج المغربي السلام عليكم. Non, ça c'est des œufs d'oreille. Tu peux laver la poisson. Ah oui. يوم طويل ومتعب وممتع بآن واحد. هلا نحن من فوق كفي الساحة عم نشوف ساحة جامع الأفنان. هي اللي قلت لكم عليها كانت كلياتها فارغة لبين ما تعبت المطاعم، جمعوا الحديد كلياته، وجدوا كل شيء، حطوا الأكل، صار كل شيء موجود. وهلا شفتوا كيف الناس. لكن هلا رح تتفاجئوا بشغلة تانية، بس يقول أذان المغرب الله أكبر، هالأصوات اللي عم تسمعوها كلياتها بتوقف ولا صوت احتراما لكلمة الله أكبر. يعني يوقف العمل احتراما لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هلا رح نكون مع الأذان بعد شوي. الله أكبر كبير. أشهد أن لا إله إلا الله. شايفين كيف الأصوات كلها وقفت؟
عمر 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 عمر. الحين شوف المحل. شفته. مرحبا مرحبا يا أخي. هيجينا عن سعيدة مرة ثانية. هيا سعيدة هيا سعيدة. هيجينا عن سعيدة. سعيدة ايدك هكا الوالدة. الوالدة تعال نسلم عليها، تعال نشوفها. سلم على مرحبا. السلام عليكم. هيجينا عن سعيدة، هي الطباخة. بسم الله عليكي. جينا قبل ما يفتح المحل تبعكم، صورناهم كيف عم يفتحوا المحل، كيف عم ترتبي. انت بتطبخي كل الطبخ بالدار؟ كله بالبيت. بتجهزيه كل يوم؟ بارك الله عليكي. سعيدة توقعتك تكوني اكبر من هيك انا بالعمر. كبرنا اكبر. لا توقعتك تكوني اكبر من هيك، بس بالسن ما شاء الله، وكان صبيه وصغيره وبقدرك وبجلالتك مثلا. الله يحفظك ما شاء الله. وكان هلا نحن دقنا الاتاي، ما دقنا الاكل لسه. ان شاء الله تجوا الاكل. بس كل اللي قالوا عليه انه مثلا سعيده، وغنوا لي الغنيه تبعت سعيده كمان. سعيده الله يحفظك يا رب. انت هون جوا مو هيك؟ ترجع تعود الاغنيه مره ثانيه؟ عودها يلا 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 عودوا مسؤولين. يلا. ساعة سعيدة هلا وجهك بالقايدة. ساعة سعيدة هاي سعيده. العائلة وشكم صبحي الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. مرحبا. مدرسة الحياة هي الشارع، هي بتعلمك أكثر من المدرسة التقليدية. اليوم نحن كلياتنا بنعرف إن اللغة بتوصلك لعالم تاني، يعني بتسهل عليك كثير أشياء. في ناس تعلمت بالشارع. نحن بساحة جامع الفنا التقينا مع شخص. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ بو جمعة. أنا بو جمعة. بو جمعة، أنا سألت وقالوا لي إنه أنت بتعرف أكثر من 5 لغات. من وين تعلمتها هي؟ قرب لعنا شوي صغيرة. في الساحة الجامعة. تعلمت بالساحة جامعة الفنا من صغري. طيب كم لغة بتعرف؟ نعرف 5 6. مثلا عندنا انت اسبانية، عندك الانجليزية، عندك شوية ديال الطليانية، عندك شوية الألمانية، عندك الفرنسية. 5 لغات هدول. انا تعالوا احكي لكم الشغله الصغيره، حتى انا لغه قليل كثير بعرف. عم بحكي معي واحد قال لي انه انت اسبانيولي، قلت له لا. قال لي انجليزي، قلت له لا. قال لي فرنسي، قال له لا. قال لي شو طيب؟ قلت له بحكي تركي. قام فورا صار يحكي معي تركي. انا جيت اتبلغمت في حالي لانه ما بعرف بحكي لغه تركيه. فتبارك الله على اهل مراكش، وخاصه بساحه جامع الفنا، بيتعلموا اللغه حتى يرضوا السائح، حتى يعطوه طلبه، ما يكون عنده اي عائق نهائيا. شكرا كثير يا ابو جمعه. شكرا على وجه. مرحبا بك. طيب احكينا شوي بالاسبانيوليه. اسبانيوليا. Hola amigo, ¿cómo está? Bien, bienvenido. El Marruecos. Gracias. حول على الفرنسيه. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? حول على الايطاليه. Italiana. Ciao amici, come stai? Bene, tutto bene. Cosa voglio amici? لو بالموجة على الانجليزيه. الانجليزية. Hello my friend, how are you? Fine, welcome in Morocco. Thank you. قلبنا على الدارجه المغربيه. المغربية. مرحبا بك المغرب. 1000 درجة. شلوح. شلوح لا. لا. كما زلت بربر لا. دوتش. Willkommen. Dankeschön. Was wollen Sie? هاي الماني. Ja, Almani. Little bit. طيب
سؤال بس، في شيء عائق للسائح اذا اجى لهون؟ ما في عنده اي مشكل نهائيا لما بيجي على ساحه جامع الافنان.
هلا هذا جواد الشاب يستاهل الدعم، انه واحد واقف جنبه بيعتمد على نفسه، بيعتمد على قوته، بيعتمد على الشو تبعه، ما بمد ايده لحدا نهائيا، يعني بيسعى بما يرضي الله. برافو عليك جواد. يوم طويل متعب وشاق وممتع من يوميات ساحة جامع الفناء. يعني كان يوم طويل جدا، كان يوم شاق لكن ممتع. حبينا نعطيكم فكرة عن ساحة جامع الفناء، كيف بيعيشوها يلي بيسكنوا فيها، يلي بيشتغلوا فيها، كيف بيحضروا محلاتهم، يوجدوا الأكل تبعهم، الحديد كيف بالنصب، المطبخ تبعهم كلياته. يعني رائعين جدا. الضيافة اللي عندهم، طريقة الاستقبال رائعة جدا. كل الحب والاحترام. يوم تاني بنلتقى إن شاء الله.